إلقاء القبض على المبتز بعد استحصال الموافقات القضائية والفنية لا تتعدى 5 دقائق. تعرضت للابتزاز الإلكتروني والمبتز قافل عليك وحاير من تبدي وين تشتكي. هاي منصة شبيهة بالتشات جي بي تي، محادثة بينك وبين مجيب آلي تابع الجهاز الأمن الوطني، يوفر لك إجابات لكل الأسئلة المتعلقة بالابتزاز الإلكتروني، الجريمة الإلكترونية، وشون تبدي، وين تروح تشتكي إذا تعرضت للاختراق الإلكتروني أو أي جريمة احتيال إلكترونية. أمان بوت تطبيق مجاني وسهل ومتاح لكل المواطنين، وبلغة بسيطة بإمكان حضرتك تكتب ماذا أفعل لو تعرضت للابتزاز. سيعطيك جملة من الإرشادات القانونية والفنية لهذا الموضوع، وبالتالي هو لا يحل مشكلة الابتزاز آنيا، وإنما يعطي المواطنين خط السير في موضوع معالجة هذا الموضوع. أغلب قضايا الابتزاز اليوم تحدث المواطن يجهل كيفية حماية الهاتف، كيفية حماية الحاسوب، كيفية حماية الحسابات، وبالتالي هو يعطيه جملة من الإرشادات التوعوية والوقائية. استخدام المنصة سهل جدا ومتوفر على كل السيرفرات، بإمكانك تكتب منصة أمان بوت وراح تطلع قدامك وتبدي تسأل، وإيش قد ما تسأل راح تكون الإجابة موجودة، يعني ماكو ملل نهائيا. مجرد تدخل على أمان بوت وبلغة مبسطة أنا عندي مشكلة في قضية الابتزاز أو تعرضت لاختراق لمعلوماتي، ماذا أفعل؟ ما هي الخطوات الأساسية لهذا الموضوع؟ يعطيك الخطوات الأساسية. قوة المبتز والمحتال الإلكتروني في خوفك، إذا أنت خايف هو قوي، وإذا رحت بلغت ينتهي الموضوع.